السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عالسلامة، مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا بكل من يشاهد هذا الفيديو، واللي مازال ما اشتركش يا ريت يشترك معنا على خاطر باش يستفاد ويوصل له برشا حاجات جديدة ويستفاد بها. اليوم جبت لكم حلا الكاسات، حلويات الكاسات أو بالأحرى الكيك الكاسات. هذه حاجة جديدة وتنجم تقول من اختراعي، لأنه فما حاجات تشبه لها أما مش كيما هذه بالضبط. خلينا نشوفوا الخطوات سهلة ماهلة ويلا بينا. أول خطوة نجيبوا الكريم شانتيه، نجيبوا 3 أو 4 أكياس ونحطوا عليهم 3 4 كاس حليب بحيث تجي عاقدة، لازمها تكون ماسكة نفسها. بعد ما خلطوها بالمضرب الكهربائي خليوها في الثلاجة. بعدين نتنقلوا للكريمة الثانية اللي هي جبن كريمي، ناخذ أي نوع جبن كريمي ونضيفوا له 4 ملاعق سكر ناعم ونخلطوه فقط بالملعقة، ما يحتاج ولا شيء. يعني هذا هو الحشو بتاع الكيك اللي باش نستعملوه. ممكن زيادة نضيفوا لها معلقة فانيلا تعطيها هيك النكهة البنينة. اللي هذوما الاثنين خلطوهم مع بعضهم طبعا، الشانتيه والكريمة تاع الجبن، ونقسموهم على 4 أجزاء بحيث نعملوا كل جزء لون، لأن باش نعملوا 4 أو 5 نكهات مختلفة. أنا هنا جبت الكيك اللي هو جاهز، هذوما الشرائح الكيك اللي تكون جاهزة موجودة بعدة نكهات، يعني خذيت بتاع الفراولة وبتاع التمر والفانيلا، وكذلك باش نزيد نعمل باللونغ دو شا، يعني باش نعمل نوعية بهذا ونوعية بالبسكويت بتاع لونغ دو شا. نقسموهم على 2. نجيب الكاسات اللي باش نستعملهم، أنا هذم شريتهم من أونلاين، يعني اللي مش متوفر عنده الشكل هذا يعمل الكاس العادي، الكاس الشفاف البلار ويكون مدور وواضح، يعني مش غارق. بالنسبة للكيك هذا لازم يكون في كاس يكون عريض وقصير. نصفوا الكيك بتاعنا. هنا حطيت 3 علب بتاع لونغ دو شا، سقيتهم بالنسكافيه، وهذوما سقيتهم بالحليب والفاني. كي تحطوهم نحطوا عليهم مغرفة مغرفة من الحليب المنكه بالفاني. نجيبوا الأكياس بتاع الكريمة باش نحط الكريمات اللي أنا قسمتهم. هذه الفراولة وهذا فستق، هذه التوت البيري، توت البري بلو بيري، هذه الكابوتشينو، هذه حطيت لها النسكافيه. بالنسبة للألوان تاخذوا الألوان الغذائية طبعا اللي هي آمنة، تلقاوها في محل الحلويات. وبالنسبة للألوان وإذا تحبوا تعملوا النكهة موجودين نكهة أي لون، يعني الفراولة فما تتباع روح الفراولة وتتباع روح شو اسمه الفستق. تحبوا تخليوها ألوان فقط يعني كمنظر، انتم كما تحبوا. هنا جبت أي نوع من الشوكولاتة يكون عندكم متوفر، قصوه حطوا معاه شوية زبدة، دخلته شوية للميكروويف تقريبا 30 ثانية أو 20 ثانية، وحطيت عليه كريمة الطبخ سخنها شوية قبل الغليان، تسكر عليها الكريمة البيضاء كريمة الطبخ، وننزلوها على الشوكولا نتحصلوا على منظر زي هذا دايب ولامع. الزبدة ديما تعطي اللمعان، ما نبردوهاش الشوكولا، نخليوها بحذانا باش نحتاجوها. وبالنسبة هذم للأكياس بتاع الكريمة نقعد نزينهم. هنا جيت لنكهة الكابوتشينو حطيتها على اللونغ دو شا، هذه ريحة القهوة وطعم القهوة.
حطيت طعم الفستق على كيكة الفانيلا، وهنا نحطوا الطبقة الثانية بعد ما نحطوا الكريمة في كل الكاسات، نحطوا الطبقة الثانية طبعا ونكملوا لهم الكريمة. حطيت لها النسكافيه، نكهة النسكافيه جات روعة لأني أنا نحب القهوة، فعجبتني أكثر واحدة النسكافيه والفراولة. هما كلهم بنان وكل واحد يعمل على حسب شنو يحب، يعني ممكن تجيكم أفكار أحسن من هكا. نسقيهم هذيك بالحليب والفاني، واللونغ دو شا عملتهم كما قلت لكم بالنسكافيه. تو بتبقى كان باش نغطيهم بالكريمة. دوك الشوكولا المذوبة باش نحطها على سطح كيكة الكابوتشينو. نتوما حطوها وفقط اقعدوا يمين يسار حتى لين تتغطى، هي تمشي يعني بسهولة مش باش تعذبكم يعني، ويقعد سطحها لامع. هذايا فما النسلي الجاهز اللي هو بنكهة الفستق، تغطيو بيه سطح الكيكة بتاع الفستق. فما حاجات جاهزة تعاونكم وتطلع لكم الكيكة احترافية. حطيت حبات التوت البري في البنفسجي، هذه نكهة التوت البري، باش نسقيها بالفاني، حليب الفاني، نزيدها الطبقة الثانية، وهكذا دواليك حتى تكملوا الكيكات بتاعكم. يعني شفتوهم سهلة، لا تحتاج لا فرن ولا العجينة ولا شيء. هذه كيكات أنا نسميها سريعة يعني. هذايا طعم الفراولة، الترانش اللي حطيتها فراولة والنكهة فراولة، وبعدين جبت السيرو، هذايا السيرو اللي يتباع جاهز فراولة، حطيته على السطح باش يعطي طعم، بعدين غطيتها بالكريمة المتبقية اللي هي بنفسجي ولا الوردي. جبت الشوكولا الذايبة المتبقية تحطوها في كيس وتدوب، تنقبوا نقبة صغيرة باش يجيكم خطوط رفيعة كيما هذه، واعملوا زينة اللي تعجبكم، يعني مش مقتصرة على شيء. وهذه هي الأشكال الأخيرة، عندكم بسكويت، عندكم مكسرات، عندكم أي حاجة تفنوا كيما تحبوا نتوما. على فكرة ممكن تعتمدوه أو ممكن تعملوا عليه كمشروع منزلي، اللي يحب واللي عنده غرام ممكن يركز فيها ويعمل مشروع منزلي تمشي له. علاش لا؟ على خاطر الحاجات هذه حاجات جديدة وطالعة ترند، والناس كل ولات في حفلاتها وفي مناسباتها يحبوا الحاجة الراقية والفينو، يعني الحاجة المش متكررة. خلي عاد طعمه جاي بنين بنين على الاخر، صدقوني قد ما نوصفلكم وقول ما وصفتش. وهذا الشكل النهائي، شو محلاهم، اللي يشوفهم يسخيبهم من باتيسيري. صدقوني انا بعثتهم لصحابي يسخيبهم، يسخيبوني شريتهم، ما صدقونيش لاني انا اول مرة لاني فكرت وبعدين خرجت بالنتيجة هذه. اللي معروفين ومتداولين يعملوا تشيز كيك، هذا كيك ماهوش تشيز كيك. كان عجبكم ولا عجبتكم الفكرة يا ريت تشجعوني وتقولوا لي رايكم، انا نحب رايكم الحقيقة. نصيحة صغيرة في الاخر، اذا كان باش تجربوهم جربوا نوع او نوعين باش ما تتمهمشوش ويصعب عليكم الموضوع وتعملوا يعني برشا نكهات مع بعضهم ممكن يجوجموكم. جربوا نكهة او نكهتين، عرفتوا شنو قصدي. وهنا وصلنا لاخر فيديو، ونقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.